كل شيء لا واحد انت معك هما اللي كيطوروا العشاء. بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر جديد وحلقه فنيه جديده. اكيد كيف ما عودناكم كنستضيف لكم مجموعه من المشاهير. اليوم ضيفنا استثنائي واصريت انا والزميله المحترمه شروق ان نستقبلوا الفنان الشاب المغربي اللي تعرفنا عليه في مجموعه من الاعمال على مستوى المسرح التلفزيون وكذلك السينما. معنا ومعهم شروق اليوم وليد، اكيد هو الفنان وليد وهيل ما شاء الله تالق مجموعه من الاعمال وفرحه اليوم نستقبلوه. شكرا بزاف سي علاء والاخت شروق. مرحبا بك. وجيت سعيد لان كاين في هذا البرنامج الجميل اللي كنتمنى الاستمراريه وفي هذه القناه اللي بزاف الناس كيشوفوه شوف تي في. مرحبا بك شروق. اكيد اليوم حلقتنا مجموعه من الاسئله. اكيد علاء حلقتنا اليوم استثنائيه. معنا الفنان الممثل اللي اكيد معروف وغني عن كل تعريف. مؤخرا شفنا قليل الظهور على يعني عندك مجموعه ديال الظروف اللي اكيد غادي تقاسموها اليوم حصريا مع متابعي قناه الشاب. قناه شوف دابا قبل ما نبداو غادي نوجه تحيه كبيره للزوجه ديالو اللي مرافقه واللي دائما حاضره معاه. تحيه وتصفيقات عليها علاء لانها ماشي سهل انها تكون زوجة فنان، فراه متعبه بزاف. فشكرا
ليك ومشرفانا اكيد. وهي ما شاء الله معروف على انه منذ الارتباط ديالو على ما اظن 4 ديال السنوات 4 سنوات وعندي طفل سميتو ابراهيم غالي والهي. تحية عام ونص. تحيه صباحيه ليه. وخصنا تعرفين الاسم ديال ابراهيم كيف ما في الاوف انا والعائله ديالو اكدوا لي على انه حتى الوليد عنده هذه الموهبه ما شاء الله. الدم ما شاء الله ياك وليد وي عندي الشيطان ديال الوالد ديالك ديالي ديال بابا. زيد كاع كيشبه لك ولا كيشبه المراه؟ لا كيشبه لي بزاف ياك. ولكن كاين التشابه شويه في شوية اللون في اللون. انا كنهضر على الكومبورتمون مش هضرت على الشكل. الحمار كيشبه لي ديك اللعيبات. الام ديالو معقله تبغي تشوف ولدك في الدومين لا؟ شوف الفن كيف قلت الفن شويه صعيب، اللي مهم هو خاصو يقرا ويكمل وعندك القرايه تكوين ديالو أكاديمي. تكوين، لان الفن هو نقولوا كاينين الناس شدوا قراو في المعاهد ديال المسرح ولعبوا عده اعمال. مثلا انا اشتغلت بزاف ديال لي بروجي من 2009 ولكن راه كتخدم مره في عامين 3 سنين. الحمد لله ماشي انا ما عايش بالفن، عندي بزاف ديال البروجي اللي غادي نهضروا عليها، ولكن هو دخل الميدان ديال الفني. حنا نشوف انا من نفسي انايا انت اللي باه بعدا الاول انا اللي با فوالا. وبانش لك في دونك المجال. اخر فيلم كان مطلقه الدار البيضاء. اكيد حنا غنوقفوا وليد فوالا. على كل محطات مسارك المهني الفني. البدايه كانت مع الاشارات، اكيد تعاملتي مع مجموعه من الشركات العالميه. البدايات كانت في الافلام الاجنبيه في ورزازات. صحيح. وكان هو اول أعمال فيلم الماني هو فلورت كامب. فلورت كامب هو فيلم اللي كان من تصور انتاج بورزازات. في ورزازات، وكان من انتاج كريم الدباغ اللي صورناه الشهر. وكنت لعبت والفيلم داز في قنوات المهم قنوات عالمية، المانيه أوروبية، شكون؟ اللي شافوه بزاف. سميت الفيلم فلورت كام اللي كاين دابا نيت في اليوتيوب. لعبت واحد لو بيرسوناج ديال الواحات كيختطفوا واحد جوج المانيات، وكانت يعني وخدمت فيلم فرنسي. كانت هذه هي البدايات ديالي في بدايه كانت 2009. موفقه على بداية موفقة في بزاف الناس ما عارفينش البدايه ديالو انها كانت أكيد. افلام اجنبيه. فوالا وليد الاعمال دائما هذا السؤال يطرح نفسه في هذه المراحل اصلا في النقاش. حنا تنهضروا على الاعمال الاجنبيه دائما ما يتم مقارنه الانتاجات المغربيه بالانتاجات الاجنبيه. فين كيرتاح وليد وشنو الظروف المناسبه كممثل ذا تكوين اكاديمي او ذو تكوين اكاديمي؟ انا كممثل كان كيعجبني نجسد بزاف ديال الادوار. لا ولكن بغيت الطرق فهمتي اللي كترتاح فيها فين اكثر. كنرتاح نقول لك الاعمال المغربيه واخا ما المغربية كيجونيش أكثر. بزاف، لان لا الاعمال ولكن كيقول المغربيه لك انا الظروف الانتاجيه الانتاجيه بيان سور في اجنبيه بيان سور. شنو الفرق وليد؟ الاجنبيه كيعطوك واحد ولا؟ اش نقول لك، يعطوك واحد الكرامه، كيعطوك واحد الثقه، كيعطوك تخدم السيناريو على الخطر ديالك، يعني كيعطوك كنخدم بزاف ديال اريحيه اكثر. حتى اريحيه. لو كاشي يمكن كيكون طالع نوع. حتى الكاشي كيكون كيكون طالع. طالع. هادشي لان اللي تخيل كيخلي معايا الفنان يخدموا اول مرتاح. فيلم ديالي كان هو فلورت كامب في 2009 بحال هكاك، وكان عطاوني واحد المبلغ كبير ولعب واحد لو بيرسوناج وبواحد الاحترام. ابخي جاني اعمال مغربيه منهم مثلا نقول لك اول فيلم كان عندي هو زمان كنزه أييه. مع السي فركوس. لعبت واحد الدور صغيور ديال كيكي كندقو كتخد. المهم انت وليد الله، تبارك تقدر الله تحكينا على الكاشي ديالك في الفيلم الاجنبي؟ شوف الكاشي ديال الفيلم كان شي البداية مليون ديالك. ونص. تبارك الله. تبارك عرفتي باش تبدا انك في البدايه ديالك وتاخذ هاد بكاش الكاشي من ماشي ديغام. سهله. شحال من نهار بدا التورناج وليد؟ كان شي شهر تقريبا. شهر تقريبا. كتصور. واخا وليد واول كاشي في فيلم مغربي اللي هو زمان كنزه، شحال كانت تقريبا؟ ولا واقيلا كان سبق كان واحد شي فيديو كليب داز في دوزام ديال سيداكسون ديال واحد المغنيه. المهم كانت 300 درهم كاين فرق من مليون كبير. ونص 6000 ريال. وقبلتي بيعو وبغيتي انك يعني ماشي دابا- مشكل تقسم الاسم بدات ديالك في الساحه الوطنيه. بيان سور السلام بيان عليكم. سور بيان سور. انت عندك موهبه خاصك ولكن في تخدم، خاصك البدايه تلعب. في البدايه ديالك السي وليد ملي قررتي على انك تبدا وتبصم البصمه ديالك في الساحه الفنيه الوطنيه، واش كنتي منتظر هاد الاعمال اللي انت اشتغلتي فيهم ولا كان طموحك اكثر؟ انا باقي دابا وباقي كنقول ما نشتغلش بزاف، يعني ما واخاش الحق 17 ديالي. مازال عندك تقريبا 17 عام ديال الفيلم 16 دغيا دازت، يعني بديت ديك 19 عام بديتي صغير، 18 عام في الاحتراف. بدا صغير. وي وليد باقي صغير. وباقي صغير مازال 34 قدامك 33. ومازال العطاء ان شاء الله. لا اللي كيبقى فيك الحال هو كاينين الممثلين اللي يلاه يبداو عامين 3 سنين بدون ذكر الاسماء لا ديالهم اللي ولاو بديك شكون اللي كتشوف على انه ما يلتحقش هذه الفرصه؟ بزاف اصاحبي. مثلا عطينا غير ما نقولش، المهم بزاف عارفين راسهم. عارفين راسو. بحال دابا واحد ضرب 6 ديال الافلام تلفزيونيه 4 في القناه الاولى وجوج افلام في دوزام غيشوفوا في هذا على ما النظام كتكلم بلا ما نقولوا الاسماء ديالهم. وهذوك المخرجين وإلا قلت لك علاء تقريبا 90% ديال المخرجين
كنعرفهم وكيعرفوني علاش من خلال اللقاءات في المهرجانات من 2011 12 إيه، فيستيفال ديال السلا. مجموعة من يعني الأعمال. المخرجين كاملين اللي قلت لك في المغرب صحابي وكيعرفوا وليد ولهي من خلال اللقاءات. جماعتكم مجموعه من وتقول الباحثين. 50% ولا 60% كيعيطوا عليا. علاش وليد؟ علاش ممكن تسول الناس اللي خدمت معاهم بحال السي بن سوده فيلم مطلقات الدار البيضاء، قال لي وليد راه كنت مع الناس في الفريق ديال الفن وقلت لهم وليد ولهي راه غادي يلعب لو بيرسوناج ديال عبد الصمد الاخ ديال منير المكمل. الناس اللي شافوا مطلقات الدار اكيد البيضاء ما شاء الله كان دور وكانوا ناس ملي كانوا اجتماعات وقالوا لي وليد ما تختاروش. علاش قالوا لي بلي وليد كيدير الصداع، ما كيحفظش السيناريو، كيدير البساله. بعد قال لهم لا كيبغيو يعرسوني. كاين ايادي خفيه يعني اللي هما بيان كيديروا هادشي. سور. ابخي ملي قال لي يا وليد انا طايق فيك، شفت الاعمال ديالك سميتو ولكن طايق فيك، جيت للبلاطو حافظ خدمت مزيان. قال لي كنت عارفك باللي الناس بغاو يعرسوك. علاش؟ انا كنخدم لا كوميدي مزيان، الدراما مزيان، عندي واحد كنخدم في التمثيل بواحد فنان متكامل. بروفيسيونيل. دونك هما ما باغينش هادشي، هما باغيين ناس اخرين اللي ما فهمش. انا الماده ما كنهضرش عليها، الحمد لله عايش، عندي لي بيزنس ديالي، كنمشي لاوروبا. انا بغيت كيف كنقولوا نزيد نكمل. كاين واحد الحب ديال التمثيل كممثل، بغيت نشتغل، بغيت نلعب. وعندك واحد الطاقه. بيان طاقة سور. كبيرة. كاين ولكن ما المسرح كاينش ديالو. كيغبروك كتخدم حماس وكتخدم بروجي في عام عامين، هذاك البروجي راه كيدوز الطاق صافي، راه البشر ينساك. دونك والمغاربه ذاكرتهم الفنيه قصيره. بيان سور بيان سور يعني بيان حنا سور. تنهضروا على المجال الفني غنهضروا على الاكراهات اللي كتواجهك. ولا جينا على في هذه النقطه راه ماشي انا، راه كاين بزاف ديال الممثلين منهم الصديق ديالي داداس، راه قبل ما يبان في واحد السيت كوم ولا مسلسل راه لعب بزاف ديال الادوار صغيره وادوار ثانويه. وهذه نبداو بادوار صغيره وادوار ثانويه. كاديمي كان كيلعب بزاف ديال لي بيرسوناج، حتى جاتو فاطمه عطاتو هذاك يعني دائما كيكون واحد الدور اللي كيدير واحد الفارق اللي هو كبير وفيه كيفجر الممثل. بيان سور بيان سور. انت الدور جاك ولا لقيتي راسك ولا باقي ما جانيش البطوله. باقي ما جاش. نقولوا مثلا شحال من افلام مثلا لعبت فيها، مثلا في القناه الاولى لعبت فيلم نهار زوين، فيلم مول الاحصاء، فيلم ليله غير عاديه في القناه الاولى. يعني كاينين لي بروجي، وهذوك لي بروجي لعب فيهم ادوار ثانويه، ضيف شرف، كيف كنقولوا تك 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 تك. يعني ظهور اللي يقدر يكون متفاوت وعلى فترات متباعده، الشيء اللي ممكن يخلي جمهورك وليد ينسى عليه. بيان سور. وليد واش انت اكزيجون متطلب؟ ما فهمتش ثمن السؤال. خصك باكزيجون وانك مثلا كتستارت عليهم واحد لوكاسي معين. لا 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 بالعكس، انا اشتغلت كاع في واحد الاشهار مع الاخت بوطاجوت في 2014 ديال مسحوق الغاسي. مسحوق الغاسي. راه صار واحد والشركه كنبغيش نخبيه ولكن وكملت التصوير وجبت الموضوع ديال الكاشي، ومن تما الشركه مابقاش كتعيط عليا. شحال عطاوك في هذاك الاشهار اللي ما بوطاجوت؟ والله ما بقيت عاقل. لا عافاك عاقل، راه ما عطات الاعمال. شي 4000 درهم. وما تبغي بقيت شي 4000 درهم. خديتي 4000 درهم. وعاوتاني اخر داك الكاسي ديالك اللي كان على البوطاجوت خديته. البوطاجوت شحال خدات؟ دنيا شوف ما الله اعلم ما عرفش، تكون سينما ماشي 16 مليون. مبلغ اللي هو يعني كاين واحد الفرق اللي هو كبير، مع العلم انه يعني وشكون اللي اختار؟ مع العلم انه اللمسه ديالو في هذاك الاشهار راه كانت قويه، اللمسه ديالو في هذاك الاشهار. شكون اختار؟ كنا في كنزه في الدوار. اييه كنت لعب الدور ديال بوشير بوطالب، ما كانش عندي حوارات. المهم كانوا واحد 24 حلقه دائما مدابزين في كنزه في الدوار الجزء في هذيك الاول. القهوه وفي هذوك المواقف. والعسري هشام العسري هو المخرج ديال كنزه في الدوار. كنا في البلاطو مع السي بسطاوي الله يرحمه وسميتو، وكانت دنيا قال لهم راه وليد غنختاروا في واحد لو بيرسوناج مع دنيا على حساب الهبال ديالو وهذا. صافي داز شي 2 موا تقريبا 3 موا وعيطوا عليا الاشهار اللي لعبت فيه ولد الدنيا وبغات تخطب ليا. ولكن قبل كنزه في الدوار كنت خدمت مع هشام في سلسله الدنيا هاني اللي داز في القناه الاولى. خرجوا الاشهار ديال مسحوق الغاشي، قنعاتك 4000 درهم اللي عطاو؟ كيف كنقولوا انا عندي حب الميدان الفني. لا واش كانت هذاك هو الكارسي ملي كنقول مثلا معك 10 ديال المليون؟ كراسي انا عطاوني 20 مليون، ولكن واخا سميتو ماشي مشكل، هو بغيت نلعب بغيت لا علاش ما عاودوش نشتغل. يعيطوا لك من بعد وليد؟ حيتاش ملي كتهضر على الحق ديالك كيبعدوك. شنو هضرتي شنو قلتي؟ وكان في ذاك الوقت وعدوني قالوا لي يا وليد انا نعيطوا عليك في جزيره الكنز اللي كتصور في فرنسا. وهذه من بعد ملي جبت الكاشي
بحال ما بقاو شي 2 موا ولا شي شهر ولا شهر ونص وكنصوني على هذا عاودي ما كان والو يقولوا لي اللي مهم هو عيطوا عندنا لي بروجي ماشي مشكل. ماشي الانسان كيبقى دابا هما عطلوا عليك الفلوس وانت بقيتي كتريكلامي ولا شنو وقع؟ شوف انايا اقسم بالله دابا يجيني لي بروجي يكون فيه دور واعر وما يكونش فيه حتى الفلوس ما عنديش مشكل. لا ولكن لان كاينين الناس هي اللي كيخدموا يستغلوك. كاينين الناس مثلا مخرجين ولا منتجين نعرفوا يشوفوا واش دابا ما مثلا خرجوش. بلا تعالى يكونوا دابا كيتفرجوا شي منتج مخرج كيعرفني ونجبدوا الفلوس يقول واش شوف ولد كيهضر فلوس نتخلعوا منه. ولكن انت ما تخدم فابورا باش لا ماشي نخدم فابور يقدروا يستغلوك من هذه النقطه جو سي، كاش ماشي- حقك ومستحقاتك بيان سور راه بيان ما سور. يمكن- تأدي واحد المهمه خصك تاخذ عليها دابا واحد انت هذا المبلغ. المشكل انت قلتي شركه راه الاعتماد إلا- معايا شحال مع بوطاجوت ملي بغيتي كتسول على الكاشي عطوك واش تعطيوني فلوسي ما عاودوش يعيطوا لي راه نقول لك علاء في المسلسل فوق السحاب مع العشري عاود. مع العسري من تما مابقاش كنشتغل مع العسري من 2018. شنو وقع مع العشري؟ من خلال انا في الاخر كملنا التصوير جبت تما السيد ديال الانتاج جبت ليه الكاشي واش ناخذوا دابا ولا قال لي سير وليد من بعد وهذه ما عرفت داروا هضره واحد الممثله تما اشرح لي، اشرح هضروا مع لي. هشام كتعيط وليد هذه المهم من تما هشام دار عليا ما بقاش كيعيط. شنو تقول لهم امام الكاميرا؟ الله يسر ليه. لا شنو تقول لي واش كاين عتاب من هشام العشري؟ لا نقول لي الله يسر لك هشام كنتمنى لك الاستمراريه الفيلم ديالك الاخر السينمائي شفتو مروكيه الحاره ولا الحارة، سير الله يسر لك الوطن. ابا هشام هو كيعرفني مزيان العلاقه وهذه دابا مع كيفاش العلاقه ديالك معاه؟ مره الو لا السلام ولكن وصافي. كاين التواصل ولا ما كاينش؟ لا ما كاينش. كاين قطيعه واش يقول لك؟ كاينه قطيعه ربما حتى دوك الناس اللي كيكونوا ايادي خفيه هما اللي شنو كيشوفوا قلت لك بن ما بين سوده الأطراف. شنو قلت لك السي بن سوده ملي اختارني الفيلم مطلقه الدار البيضاء جاو ناس ممثلين لعب الفيلم وقالوا ليه وليد بلاش هذيك اللعبه ديال بلاش هاد بلاش باش هي يتفرضوا اللي باش نعتزل باش نزيد في حالي. هي اللي ايادي خفيه هما اللي كيحاولوا انهم يشوفوا نحاول انا نحاول واخا وليد مع هاد الصعوبات كاملين وهاد الاكراهات كاملين اللي كتواجهها واش ما عمرك قلتي اش دخلني لهذا المجال؟ والله عندي شي كنقول لك عندي شي حاجه ضروري تحماق ضروري التمثيل قدرش ضروري أنه موهبه. انت دابا علاء كوميدي دزتي في برنامج كوميديا ومن بعد تبارك الله انت ضروري عندنا واحد الفيس راه واخا تجيك واحد الخلصه ديال 10000 درهم ولا 20000 درهم ضروري تبغي تجر خاصك تبان خاصك تلعب خاصك تخدم عندك حب الظهور بيان سور ماشي الظهور لا الظهور خصك تبغي انا كنت الحديث عندك داخل اشبع واحد الرغبات إشباع داخليه رغبات. داخليه اللي كتكون تطلع بيان سور واخا تبغي نقطة تلعب مهمة غنمشيو نقطة أخرى سي وليد إلا سمحتي على أنه كيفاش كتحس اليوم ملي كتشوف أنه دي زانفلونسوز في تيك توك في انستغرام كياخذوا أدوار بطولة وأنت خريج المعهد اللي تبارك الله عندك تكوين أكاديمي كتشوفهم يعني حتى هما كياخذوا بطولة كيعاملوا بواحد المعاملة اللي هي ما يستحقوهاش كتشوفهم في الأفلام في مهرجانات باش كتحس دابا وانا طالع لي الدم طالع عليك الدم اقسم من بالله الناس اختي ماشي مخبي موراك اللي ممكن نقول شوف واحد بغيت خدم نجبد زوين، اسماء شوف شوف وليد خصنا باش نقول لها على الفرق ما فاهمهاش وليد انا تبارك الله على سنوات راه ماشي يلاه عنده خبرة اللي هي راه كبيرة وتكوين أكاديمي سنوات عرفتك لا قدام كنا نتعرفوا راه خدام واخا اليوم هو يعني هو تكون اكاديميا ولكن ملي قلت وكيشوف خدمت عامين مؤثرين عامين صعيبه وي راه صعيبه وليد هادشي وي كتفكرش على انك نرجعوا انت لسؤالك، نرجعوا لسؤالك. دير انستغرام ودير تيك توك ولا نو ما عنديش ما داك الشيء نقولوا عندي واحد القناه في اليوتيوب لا، هذيك خلينا خصفتها خلينا خلينا من بعد نرجعوا نهضروا واخا عليها. نرجعوا للسؤال باش كتحس اليوم ملي كتشوف مؤثرين اليوم واخدين أدوار بطولية. بطوله وكيعيطوا عليه في مهرجانات عالميه وانت غايب ما كاينش بحال دابا مثلا 6 ديال المخرجين صحابي ما عرفتش نقول سميتهم ولا ما نقولش ولا ما عندهم تقريبا كاملين لي بروجي وهضرت معاهم وهادي من بعد اختاروا مثلا واحد الممثل اللي عطاو ادوار شكون بغيناش نعرفوا مثلا شوف بلا ما نذكر الاسماء ولكن الانسان اللي كيسمع كيعرف هضر الهضره معاهم في هضر معاهم في التليفون كل واحد كيعرف شنو يعني كيعرفوا راسهم علاش كل واحد كتوصل غادي يعرف راسو. النغزه تفضل يا وليد الاحسن ما يذكرش الاسماء ديال حتى شي واحد قول لي فهمتك يلا فهمت. تكلم يا وليد شكون كمل يا وليد سميتو اش نقول لك كاين مثلا نقولوا ربيع السقلي ربيع السقلي كان في فيسبوك من بعد ولا كي دابا تقريبا حميد زيان صاحبي مخرج عيط عليه فيلم تلفزيوني يلاه كمل التصوير ودابا عطيه بورطوله في سلسله كيصوروها دابا في القناه الاولى موراها لعب مع داني المهم شي 6 ديال الاعمال كاين الاسماء اليوم وبزاف ديال ولكن الممثلين لا غنهضروا على ربيع وبزاف السقلي ربيع بزاف السقلي بدا البدايات يمكن كنظن من الفيلم ديالو مع الفيلم الرمضاني عنبر عنبر وياقوت كان في قناه الا الاولى قلت لك باللي ايوب ابو ناصر صاحبي ايوب
عرفتي ايوب؟ ايوب ناصر في سلسله ديال فوق السحاب كنلعب واحد الدور في الحلقات اللي لعبت فيها انايا شادينو شادو هذا درتي دور بوليسي على بعض بوليسي وكان هذاك هو اول دور ديالو دور ثانوي اول دور صغير صغير في الحلقه الثالثه ودابا لعبت تبارك الله واحد 3 ولا 6 الاعمال بطوليه يلاه هضرت مع ايوب صاحبي كنقول الله يسر لي ولكن راه اشتغل على لي مات ديالو مكتوب مثل الدور زوين. اي كنتقن الدور في المكتوب شنو وكتألق ناقصك فيه. شنو ناقصك يا وليد؟ عندك الحق تكلم لا شنو ناقصك، شنو كتحس راسك انك اليوم ناقصك باش تكون حتى انت في صف هاد الممثلين اللي هما كياخذوا ادوار البطوليه؟ ما خاصني والو لانني انا كممثل كنلعب جميع ديال الادوار. ممكن هما كيف كنقولوا هاد الاصدقاء ديالي كاملين كنحترمهم والله يسر لهم، ممكن هما عندهم كنقولوا عندهم قبول ناقصك القبول؟ انا ممكن ناقصني القبول، ولكن الناس كيقولوا وليد من الممثلين السبوعه الا عطيناهم لعب الدور دور غادي يوصل واحد النيفو اللي يولي خلي واحد عنده نفس الدور كيبقى يلعب بوهالي الوغ الا اختارينا مثلا هذا الممثل يلعب بزاف ديال لي بيرسوناج غادي يولي واعر. دونك ما بغيناش نخليوه خايفين منك؟ ماشي قضيه خايفين مني، ولكن نقولوا شويه ما بغاوش انك تكبر. واخا وليد ممكن انك انت غيرتي المسار. وكاينين المخرجين اللي دائما كنتواصل معاهم كيوعدوك كون هاني وليد والهي نعيطوا لك في هذا البروجي كيكالميو هنا حتى واحد بعض المرات كتكون جالس مع راسك كتقول ويلي كنمرض علاش خصني نتبدل صافي بناقص كاع ملي جا بروجي ما جاش بروجي اللي مهم عندي واحد الحياه عندي واحد الخلصه كنمشي لاوروبا كل شهر عندي لي بيزنس ديالي الفن جا ولا ما جاش واخا عندك ديك كيف نقولوا واحد راه قلتها لك واحد السخونيه ديال الميدان الفني. حنا نقولوا كاع مثلا نمشي للمسرح المسرح فيه عذاب اخر خاصك تمشي لهاد المدينه وهاد المدينه وتلعب هنا وهنا 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 نو كاينين المسرح شي حاجه زوينه ولكن التلفزيون والسينما شي حاجه اخرى زوينه عاوتاني. ولكن ملي كتشوف الناس نفس الوجوه كيتعاودوا البطوله انت براسك كتعقد وكتمرض كتقول ما يمكنش واش كاين شي خلل. وليد بصح اسئله نتمنى ان نلقاو لها اجابات شافيه في الايام القادمه ونتمنى انه تاخذ فرصتك في المجال. وليد ممكن انه يكون شروق واحد التغيير في المسار نوعا ما كما لا يخفى عليك شروق انه وليد فكر على انه يدخل مجال اليوتيوب من خلال برنامج سياحي سافروا معايا واللي دار فيه مجموعه من الدول الاوروبيه. كونسيبت زوين. لا تبارك الله دابا راه وصلت درت الاتحاد الاوروبي كامل تبارك الله. وي ماشي سهله الى الناس باقي ما شافوش وبغاو يدخلوا يعني القناه ديالي في اليوتيوب ولهي فلوك فواياج. بديت في اول حلقه كانت في دوله بلجيكا في بروكسل، من بعد ديت الحلقه من العاصمه. الحلقه الثانيه درت في مدريد في اسبانيا باريس ايطاليا مشيت للدنمارك النرويج سويسرا كتاخذها ومن هنا بلاتي عائله ومن هنايا ولات عندي ثقافه عامه على الدوله الغنيه والفقيره الدوله اللي فيها الفلوس طالعه ولات عندي واحد الكوكتيل وماشي سهل ماشي سهل تدور اوروبا كامله. ودابا مقطع الطيران ان شاء الله جو بونس كو في لو موا جونفي يعني في يناير غنمشي لدول جديده اللي ممكن تكون هي تتمه نهايه الشنغن. ما شاء الله درتي دول الاتحاد الاوروبي مشيت كاملين. دابا بقات لي بولونيا. ولكن واش مع الزوجه ديالك ولا غير لا بوحدي؟ ما تفكرش انك دخلتيها معاك في ان شاء الله مشات معايا لتونس تبارك الله. ما تفكرش على انها تدخلها معاك في هذا لي فلوق بحال اللي كنشوفوا دابا مؤثرين هما والزوجات ديالهم كوكو البنات داكشي لا ما تبارك الله. تبارك الله عليك. واخا وليد حنا تنهضروا على هادشي بغينا نعرفوا على لي دوموند ديالك ديال الهجا واش كتمشي على كانك فنان ولا العمل ديالك اللي باغي عليه؟ شوف بزاف ديال الناس كيشوفوا واش والد عنده جنسيه واش دبيزي شي راسه ما واليش احسن بلا ما نجيب دور لا بغينا مع تليفون كدرتي لاوروبا درهم راسه ما والي. تجاوب لي كومونتير كيقول لك هذا من الاشهار ديال المصر. واحد كيكتب لي ويلي الفلوس منين كتجيب وانا كنشوفك بصيغه جديه كيفاش كتمشي لاوروبا؟ وكنمشي بفضل الله سبحانه وتعالى. كنا اي حاجه كنديروها بفضل الله سبحانه وتعالى ولكن شنو الطريقه؟
والطريقه ديال الله سبحانه وتعالى. ربانيه. رباني كتسافر عبر الخليج. خليها. وان شاء الله باقي جايين لي فلوق لا، في غير الولايات نبغوا المتحده نعرفوا واش الامريكيه. تبارك دابا الله. بغا يقول لنا راه عنده فيزا امريكا. دابا هو يبغى باش نتفاهموا ونكونوا واضحين. زيد ضرهم راسهم مواليد. واش عندك جنسيه اخرى من غير الجنسيه المغربيه؟ ما بغيتش والله يا اخويا علاء، ما بغيت نبين شنو والله، نخليها. كتخاف من العين خصني ما يبقاوش يعطيوك الليل. في حد ذاتها ملي كنمشي كل شهر كنمشي لدوله وكنجي كدير لها على الطياره 7 درهم من فوق كدير لها. واحد السيد كان قال لي كيفاش لا نجبدوا هذه النقطه هذه. اييه الطيران تفضل. رخيصه جدا ما بين المغرب واوروبا. تخيل تخيل معايا كومباني اللي تمشي معاها. دابا مثلا هاد الارباح، يعني هاد الارباح ابخي دوما عندي الطياره من الرباط لبروكسل 200 درهم مغربيه مقطعه. انت مقطع لافونس، مقطع مع الشركات اللي وحنا بدون ذكر اسماء، هما الشركات اللي أقل ممكن تكلفة. انه يكون الثمن ديالهم منخفض، ولكن التكلفه ديال السفر ولا تفارق المكان. يعني خصك بزاف ديال الناس خصوصاً. لا بزاف ديال الناس كيقول لك وليد كيمشي في الطيران، يعني ما عارفينش باللي القوالب ديال ما بين المغرب واوروبا طيران رخيصه بزاف. وفي اوروبا مثلا ولكن بارفوا خاصك تقطع لافونس راه سهله مش لا مو بيان سور لا تقطع لافونس. دابا هذا الفواياج اللي عندك مثلا بعد غدا لا فوقاش قطعتي؟ قطعت تقريبا شحال ديال الوقت؟ قطعت شي 3 سيمانات ولا 4 3 سيمين قبل. 3 سيمانات. واخا ولكن واش عندك شي بروديكتور اللي هو كيخلص لك هاد التكاليف؟ لا فلوسي فلوسك الخاص. بحال دابا مثلا كندير لي بيزنس ديالي في شي لعيبات في اوروبا كندخل ديك 8000 درهم 6000 المهم داك الشيء ربي اللي 800 سميتو. اورو 800 اورو كنهز واحد شويه هي باش كنسافر بها وهذا تعاود سميتو. عاوتاني ترجع. تبارك الله. كنت ثاني البلان وليد بحال راه هكا. كنتمناو على ان امورك كلها تمشي مزيان. اكيد. والحمد لله راه مقطع تقريبا في هذا الشهر عندي فواياج لبلجيكا لهولندا، يعني غنجلس واحد 3 المدن في هولندا، وغادي نكون في واحد المدينه جديده في الشمال ديال بلجيكا في هاد 9 ايام. دابا هذا هو دار غادي نقدمها في برنامج الله. السفر كونسيبت معايا. زوين، أها. الشهر الجاي عندي مدريد والاردن، باسكو لقيت ما بين مدريد الطائره الاردن واحد الثمن رمزي ديال 25 اورو، تقريباً. 5000 ريال. يعني الي روتور ب 50 50 اورو. وكتبقى كتنزل لك كتصور لهم حتى الفنادق اللي كتنزل فيهم. لا دائما كنمشي لدوك المعالم المشهوره، بحال مثلا ملي مشيت لباريس مشيت لبرج ايفيل، مشيت يعني تروكاديرو فوالا فين ما البيراميد. مشيت للدنمارك مثلا كوبنهاغن، مشيت للبلايص المشهوره، الساحل النرويج، ديالهم. السويد، أماكن تاريخية. تاريخيه اللي تاريخيه. عندهم دلاله ورموز. واخا إلا ممكن نسولك وليد، انت نعم. شفناك سافرتي ما شاء الله في مجموعه ديال الدول ومازال غتسافر، واش ما كتفكرش في الاستقرار في شي دوله من هاد الدول من غير المغرب؟ لا ما نفكرش، لانني اول حاجه متزوج عندي وليدات، ومن غير هذا الشيء لانني بغيت نبقى في بلادي تما شويه. مازال بغيتي تاخذ الفرصه ديالك هنا في المغرب؟ كنحاول هنايا نجلس 15 يوم، مشيت تما 15 يوم. واخر مره جانا واحد الميساج عند واحد المخرج بدون ذكر الاسم ديالو في فيسبوك، قال لي يا وليد كنبغيو نعيطوا عليك ولكن كنشوفوك بزاف في ديما فيسبوك مسافر. كتبارطي. قلت لهم اودي واخا نكون مقطع راه الطيارات نرجع. فيهم فلوس، غير عطاوني غير عيطوا عليا، يكون ادوار زوينه واخا نكون مقطع مخلص نسبح في كل شيء. ربما هادشي اللي كيخلي المخرجين انهم ممكن انه كدور اشاعه انك انت ديما ديما خارج مسافر. البلاد. لا ماشي لديك الدرجه. بغاني دابا الا بغاني وكان شي تقدر تأمن لي بروجي السفر. قالوا لي ايوا ها هو ما تبارك عنديش الله مشكل. عليك. رساله مباشره. تبارك الله عليك. رسالة تبارك الله مباشرة. عليك. كنقول له ما تبقاش تقدر تجي شي دور ولا شي حاجه. اي ربما انا كيقول لي ديما يجيني شي دور نلغي كلشي. كنشوفوا التعقيد الزوجي ديالك ما شاء الله اللي حتى هي حاضره ما شاء الله وكتحاول انها تغني النقاش. تفضل علاء. وليد ما سخيناش بك، الله الامور ما يحفظك شاء الله الله كدوز يحفظك، الله يحفظك. بسرعه كبيره. كنا فرحانين ان حاورنا فنان شاب أكيد. رغم الاكراهات اللي كتعرض لها، الا انه كاين طموح. قبل ما نختم معك الحوار اكيد كان هذا هو السؤال، شروق أكيد. واعمالك المستقبليه يا وليد. كاينين اعمال ان شاء الله بلا ما نقول السميات ديالهم باقي ما كاينش خليهم كونطرا. يتبتوا ممكن ديك اللعبه ديال الوالد تنعيطوا لك. ممكن ان شاء الله يكون شي نقدروا حاجه في نشوفوك في رمضان. رمضان هذا رمضان؟ نتمنوا نقدروا نشوفوك نتمنوا اكيد. نتمنوا خير ان شاء الله يا ربي، ونبغيو نشوفوك في ادوار دراميه، إن شاء الله. ادوار إن شاء الله. تنوع ما بين إن شاء الله. الكوميديا والدراما ان شاء إن شاء الله يا الله. ربي. إن شاء شكرا الله. لك سي وليد. شكرا بزاف. شكرا لك شكرا علاء ما شاء الله كان حوار رائع. شكرا للزوجه ديالك اللي مرافقاك اكيد في هذا البث المباشر والتفاعلي. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهايه حلقتنا، تبقاو على خير.